تعود ترجع من جديد لموزيس، يحضر للتوزيعة العرضية. تمويه سانوزي يلعب كرة داخل منطقة عملية التحضير، الضغط على حامل الكرة خطيرة، ولكن من جديد الدفاع وأول أهداف. لا، ماذا هناك؟ أول أهداف المباراة. يتمكن اللاعب تورين موفي من تسجيل أول أهداف المباراة للمنتخب النيجيري في الدقيقة 9 من بداية الشوط الأول للمباراة. كان هدف صحيح، سنشاهد كيف كان ذلك. نيجيريا تبادل الكرة بالخطأ، محاولة بالليلي يلعب كرة لإسلام سليماني، محاولة المرور، الكرة مباشرة ولكن خرجت. من هناك محاولة، القائد يرد الكرة. يا سلام بالليلي، ماذا هناك؟ ضائعة في الوسط، محاولة في العمق من هناك نيجيريا، خطأ، راية مرفوعة، وضعية تسلل. الهدف الثاني ولكن من وضعية تسلل. ها هي العائدة، كان في وضعية تسلل وكان ينتظر في الكرة. محرز في هذه الكرة ملعبه مباشرة مع بالليلي، إلى الكرة، يا سلام يا سلام، ضغط فوق المرمى وركلة جزاء يقول الحكم في هذه الكرة واللقطة الساخنة على مرمى منتخب نيجيريا. الحكم التونسي محرز مالكي يصفر عن ضربة جزاء للمنتخب الجزائري من فرانك في الأولى الحارس وبعد ذلك القائم، وركلة جزاء يقول حكم المباراة على بن سبعيني. تدخل القائد في تنفيذ ركلة الجزاء، الحارس محرز في مواجهة أوزو، تعديل النتيجة من القائد محرز الملهم، يعدل ويسجل بالمناسبة الهدف 27 مع المنتخب الوطني الجزائري في مباراته 76. بالليلي محاولة المرور، يا سلام يا سلام يا سلام، دفاع عن الشوارع بعيدة. تعود الكرة الثانية الجزائرية دائما داخل منطقة العمليات البعد عن الإسلام سليماني بالراس، جانبية، كرة ممتازة جانبية، وتخطي الدفاع، التحضير وبين أحضان الحارس. 60 دقيقة، النتيجة متعادلة بين الجزائر ونيجيريا في المباراة الودية الثانية. ملعوبة إلى الحارس بقبضة اليدين من جديد، زروقي، تسديده، الله 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 الله، عطال من بعيد يشعل المباراة ويضرب شباك الحارس أوزو في الدقيقة 61 من زمن المباراة.